انت عايزه تكوني قويه مع الراجل بتاعك، اضعفي له. لو عملت كل الكلام ده بحذافيره هيقعد جنبك مش هيتحرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل النهارده الفيديو بتاعنا عن طرق الاغراء للعرايس الجداد، ده الجزء الثاني. ولكن الفيديو اللي فات قفل فجاه، مش عارفه ايه اللي حصل، قدر الله مش هفعل، عادي جدا مفيش مشكله. النهارده هنكمل الفيديو بتاعنا، فلو انت عروسه جديده حطي لي لايك واكتبي لي تحت في الكومنتات سمعتي الجزء الاول ولا لسه، ولو ما سمعتوش هسيبه لك في اخر الفيديو ده. فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. نكمل بقى باقي النقط اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. احنا كنا قلنا قبل كده اول حاجه خالص ان انت لازم يكون عندك ثقه بالنفس. ثقه بالنفس عندك هي مفتاح الاغراء. تاني حاجه ان انت النظره الحلوه والضحكه الجميله. ثالث حاجه الصوت الانثوي، حبيبه قلبي مش قادره اقول لك. رابع حاجه وهي اللبس المثير. رابع حاجه اتكلمنا فيها وهي اللبس المثير الراقي. صباح الفل صباح الفل. نيجي اللي بعد كده البرفيوم. البرفيوم في برفانات بتبقى بتشتغل على هرمونات الراجل. حرفيا الراجل بيشم الريحه بيستثار اصلا، بيحصل له حاجات غريبه. فانت لازم تركزي قوي في الحاجات دي. في حاجات عند بتاع العطور اصلا عايزه برفيوم للعرايس، عايزه برفيوم يشتغل على هرمونات الراجل. لو في المحل بتاع اللانجر يبقى فيه برفانات صغنطوطه قد كده، دي بتاعت اللانجرات بس. البرفيوم دي بتاعت اللانجرات فقط لا غير. ليه اشمعنى البرفانات دي لللانجرات؟ عشان بتشتغل على دماغ الراجل، عشان حرفيا بتسخنه اكتر، بتولعه يا بيتش. صباح بتوديه في داهيه. صباح الفل، باي باي كمبوره. مش انت بقى عامل لي فيها السبع رجاله؟ طب البس. تمام. فدي كانت مهمه جدا، دي كانت نقطه. النقطه اللي بعد كده وهي لمستك له. ايه ده يا جينا؟ ايه؟ لمستك للراجل بتفرق جدا جدا جدا، وخصوصا منك وخصوصا لسه في اول الجواز، لسه ما تعودش على جرأتك، لسه ما خدش ان انت عادي معاه، لسه ما عرفش دلعك اصلا طعمه ايه. هو كل اللي بيعمله ان هو بيديكي فعل فبيلاقي رد فعل. طيب لو لقى منك اصلا فعل، فرجي على رد الفعل يا بنت. لمستك له ازاي؟ لمستك لخده، لمستك لرقبته، لمستك لكتفه، لمستك لايده، لمستك لاي حاجه انت ممكن تتخيليها بتفرق جدا 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 مع الراجل جدا. ليه مش واخد على ده؟ حته ان هو في له فعل، مش يكون هو اللي جاي له رد فعل، لا، موضوع مختلف تماما تماما. غير كده كمان اتعودي وتعلمي الاتنين. يعني بعد ما تتعلمي هتتعودي على طرق لمس الراجل، اماكن لمس الراجل. انا مش هقدر اعملها لك بصراحه. ليه؟ كل واحده ست عارفه جوزها بتلمسه ازاي، كل واحده ست عارفه جوزها بيكهرب ازاي، كل واحده ست عارفه جوزها بيحب ايه وما بيحبش ايه. حلو كده. فانت تعودي بقى بعد ما تعرفي ايه الاماكن اللمس اللي هتعمليها، اتعودي عليها ان هو في اوقات معينه بمجرد ما هلمسك اللمسه دي هيشع نور وهينور علينا، هيكهربنا كلنا، فيلا نشوف لنا ساتر خشب نقف عليه. تمام. دي كانت مهمه جدا 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 جدا. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا، ممكن في ناس كتير ما تتفقش معايا، بس اللي مجربه يقول لي يا بنتي جين انت بنت كده، بنتي كده يا بنتي جين. ايه هي بقى؟ الحياء المغري. اوعي تكوني فاكره ان طول الوقت لما تكوني جريئه مع الراجل كده هو بينبسط. في اوقات يا جماعه الراجل بتبقى عايزه الساقع والسخن، بتبقى عايزه الشطه والبارد، بتبقى عايزه العالي والواطي، بتبقى عايزه ميكس. الرجاله لازم تنوعي لها، لازم، وعشان تتبسطي وتعلقي جوزك بيكي. الحاجات دي كلها بتخلي جوزك يقرب منك بطريقه غير عاديه. ده ممكن ما يروحش الشغل يا بنت ويقعد جنبك سنين صوت، دي تبقى مصيبه صوت، تبقى الفيديو جاي عليكي بالنيله. والله العظيم لو عملتي كل الكلام ده بحذافيره هيقعد جنبك مش هيتحرك. وبيقابليني بقى امي عملتي اكل ولا نظفتي ولا ايه؟ لا اختي حامل في 4 على طول. فانا عايزه اقول لك الحياء المغري طول الوقت ما ينفعش تكوني جريئه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ده ما يمنعش ان في اوقات لازم تكوني فيها جريئه، لازم، لان هو بيحب كده. وبيحب برضو الخجل، بيحب الحياء. الحياء اللي هو عارفه اللي هو ايه، بتشدي خيط الحياء بجرأة، بس انت عندك حياء. يعني انا هشد الخيط بس انت عندك حياء، انت فاهمه؟ فده لازم تتعلميه ولازم تعرفيه، وازاي يكون عندك حياء مغري. وازاي مثلا يعني انت عملتي مثلا اديتيله مثلا يعني بوسه على الخد ده، والخد ده لا يزعل، ماشي، فدوستيه واتكسفتي. انت عملتي اهو، انت بداتي اهو، انت اوريدي كنت جريئه في البوسه، وفي نفس الوقت اتكسفتي، فانت جريتي.
خراشي انا يفضل وراكي طول الشقه بقى يجري يدور بقى على اللي عملت كده فيه. والله دي كلها حاجات بتودي في داهيه، بتودي في داهيه. انا جايه لك من المستقبل وبقول الحاجات دي بتودي في داهيه. نيجي بقى للنحنحه. انا مش عارفه اسمي النقطه دي غير انها اسمها نحنحه، والله العظيم 3. اخر نقطه معانا وهي الكلام اللي بدلع. مش عارفه، مش قادره، مش عايزه، مش اكل، مش اشرب. ده ما بينكم، ده في الوقت اللي هو معاكي فيه. ده اللي هو مثلا ممكن بدل ما تقولي لا تقولي والله ما مش عارفه مش عارفه اقول لكم كده ازاي. انتي اعمليها بطريقتك انتي واسلوبك انتي، بس انا اقصد الدلع في الكلام. شوفي انتي لما بتشوفي مثلا واحده بتكلمه فانتي تقولي البت دي بتدلع كده ليه؟ اعملي زي البت اللي بتحسيها مثلا بتدلع. خدي مثلا هند رستم، ايه بكده يسوني خاين بموت فيها. شوفي هند رستم بتعمل ازاي، اعملي زيها واكتر. شوفي يعني هيفاء وهبي، يا لهوي على هيفاء وطريقه اصلا. خدي من هيفاء كل حاجه، خدي من هيفاء الاغراء، خدي من هيفاء الصوت الحلو، التون بتاعته، خدي من هيفاء الدلع في الكلام، خدي من هيفاء، خدي ايه تاني، خدي من هيفاء الهيفا، يعني خدي الهيافه من هيفا. والله العظيم 3 الرجاله بتتنح على كده. يا بت ده حلك يا بت، اعملي اللي انت عايزاه بقى، مثلي. والله العظيم 3 انا ليا اصحابي يقولوا لي دي احنا بنحب نمثل مع جوازتنا كده ان احنا ممثلين وان احنا ممثلين اغراء ونمسك الشنطه. يا جماعه ده في قصص وحكايات بتتعمل قصص وممكن قسما بالله مش انت عايز تعيش دور ان انت بتشقط واحده والواحده بتدفع لها فلوس، قشطه تمام، جهز فلوسك ويلا. والله العظيم 3 انا ليا اصحابي يقولوا كده. ليه؟ انا عايزه يا دينا اشبعه. انت شاطره، انت شاطره، انت مش هتخليه يبقى محتاج بره، مش تخليه لما صاحبه مثلا يقول له ايه والله انا شقطت واحده امبارح ومش عارفه ايه وعملت ايه مش محتاج ده، انت فاهمه؟ فانت محتاجه ان انت تلمي بالموضوع ده. الموضوع مش كتير، مش كبير، على حسب احتياج جوزك، على حسب انت شايفاه. ما يكونش مثلا جوزك يعني يكتفي جدا بالعلاقه ما بينكم فالسلام عليكم وعليكم السلام وانت تقومي مدخله بقى ايه في قصص وحوارات. لا، على الهاديه زبادي كده، حبه من هنا على حبه من هنا، الدنيا بتبقى حلوه بتظبط معاكم. فاهماني؟ بيبقى احسن، الموضوع بيبقى افضل معاكي. بس كده حلوين. هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حبيت ان انا والله يعني اديكم كم معلومات محترم من الحاجات دي كلها، هتفرق معاكي جدا، تفرق في انوثتك. حاولي بقدر الامكان تعرفي ازاي تعلي طاقتك الانثويه، لان الطاقه الانثويه هي اللي بتجذب الراجل. سيبك انت بقى من دور بره، لو انت ست بتشتغل، لو انت ست دكتوره، لو انت ست بره شخصيتك قويه. قوه الست مع الراجل في ضعفها معاه. خدي بقى من اختك، خلصي حته كورس في الطاقه الانثويه، عامل شغل عالي قسما بالله، شغل عالي كمان. انت عايزه تكوني قويه مع الراجل بتاعك، اضعفي له. تبقى انت كده ست قويه ضعيفه جميله انثى، الدلع كله يكون تحت رجلك. انا بصراحه اللي كفيت ووفيت. اكتبي لي تحت في الكومنتات عايزه فيديوهات ايه تاني ان شاء الله باذن الله اشوف فيديو جديد. ولكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.